اولا او الدستور ثانيا. هنا الثوره نفسها مهدده، الاصلاح ولو بمعناه بالحد الادنى لم يتم، محاسبه القتله وحتى هذه اللحظه لم يتم تغيير بعض اسس او قواعد إدارة النظام واللعبة السياسية لازالت تقريبا تدار بنفس الطريقة القديمة، وبالتالي هذه كلها قضايا في رأيي أكثر أهمية وأكثر خطورة بكثير من قضية الدستور أولا أم ثانيا. فحين تكون هناك أخطار كبرى أعتقد أنه على الجميع أن يتوافقوا على الحفاظ على قيم ومبادئ الثورة، لأنه في هذه اللحظة الثورة نفسها هي التي مهددة وليس قضية الدستور أولا أم ثانيا. طيب دكتور عمرو، حضرتك تتوقع إزاي هيسير يوم الجمعة؟ إيه تخوفاتك وإيه توقعاتك، وخاصة بعد الرسالة، مش عارفة إذا كنت حضرتك سمعتها معانا على الهواء ولا لأ، الرسالة أرسلها أهالي الشهداء في السويس وقالوا إنه ردهم العملي على قرار إطلاق سراح الضباط المتهمين وتأييد محكمة الجنايات النهاردة للقرار ده هيكون يوم الجمعة. يعني اعتقد ان انا اذكر ان انا كنت في برنامجكم برضو اليوم قبل التظاهره الاخيره، وكان في هناك تصريحات من الجيش بانه مش هيبقى متواجد في المنطقه، وكان هناك تخوفات من حوادث عنف وبلطجه، وكان توقعي ان الامر هيعدي بسلام، وعدى فعلا بسلام. انا في رايي انه اللي سمعناه هي نفس المحاوله لاحباط الناس ودفعهم الى عدم المشاركه. بالتاكيد وارد في المساء او وارد اذا قرر البعض انه يعتصم في ميدان التحرير، فهناك دايما فرصه لاحتكاكات بتحدث هنا او هناك، لكن انا اعتقد انه القلب الحقيقي للتظاهره الغد هيكون مليوني، وان هناك اصرار من قطاعات واسعه من الشعب المصري على المشاركه وعلى انهاء هذه التظاهره بشكل سلمي وبشكل حضاري كما جرى طوال ال 18 يوم. فيعني اعتقد انه في جزء من التخوفات مبالغ فيه، وفي جزء آخر وارد انه هو يحصل لما بيقل العدد، لكن انا تقديري الشخصي انه يعني هيمر بكره وهيبقى فيه رساله قويه، لانه فعلا حين تحضر الملايين فاعتقد انه بيغيب البلطجيه وبيغيب فلول النظام السابق، لان هنا بتصبح القضيه زي ما حصل طوال ال 18 يوم، بتصبح القضيه هي روح شعب وليست مجرد مظاهره احتجاجيه، وهنا في الحقيقه لا نستطيع ايقافها لا بالبلطجيه ولا ببقايا او جحافل الحزب الوطني. طيب على ذكر التخوفات دكتور عمرو، طبعا على ذكر التخوفات انا هرجع بس للسبب الذاتي اللي حضرتك ذكرته وفسرت بيه مشاركه جماعه الاخوان المسلمين، وهو يعني خلينا نقول انه درس يوم الجمعه 27 مايو. لكن في البعض متخوفين من انه زي ما حضرتك قلت كده انه المظاهره بتاعت يوم الجمعه متوقع انها هتنجح، ومتوقع ان الاعداد هتكون كبيره لاسباب موضوعيه لها علاقه بكل الاستفزازات اللي بتحصل في الاونه الاخيره، وفكره انه الثوره ما نجحتش وانه لسه وانه الثوره نفسها مهدده. لكن في بعض التيارات متخوفه من انه جماعه الاخوان المسلمين تنسب هذا الفضل ليها لمجرد انها قررت المشاركه. هل التخوف ده في محله او اصلا وقته ان احنا نفكر كده ولا لا؟ أنا أقصد إنه لا، أنا رأيي لا يجب التفكير بهذه الطريقة، لأنه ده كان وارد لو ما كانش فيه 27 مايو، وقبليها أيضا كان في دعوات لتظاهرات شارك فيها مئات الألوف من الناس في الوقت اللي كانت فيها يعني جماعة الإخوان المسلمين بتدعو للمقاطعة، وكان موقعها بيصور الزوايا الفاضية لميدان التحرير. أنا أعتقد إنه لا أحد يستطيع أن ينسب أي انتصار لتيار سياسي بعينه، سواء كان الإخوان أو حتى التيارات المدنية والتيارات الليبرالية واليسارية. الفضل في النهاية يعود إلى الشعب المصري. من هنا أعتقد أنه إحنا قدام 27 مايو، الإخوان المسلمين فصيل كبير، فصيل وطني، اعتقد انه يمثل شيء ايجابي ان هم يبقوا موجودين، لكن مساله إن يعني انه يعتبروا النجاح يعود ليهم، انا لا اعتقد انه ده من الحكمه، اعتبار انه هذا الموضوع وارد، خاصه ان احنا في ظروف كانت اقل خطوره
كما كان في يوم 27 مايو، ونجحت التظاهرة بشكل كبير. وبالتالي أنا في رأيي أنه هذه المرة النجاح سيكون لإيمان وقناعة الجانب الأكبر أو قطاع واسع من المصريين بأن الثورة لا زالت ناقصة، وأنه المطلوب هو يعني إعادة بناء وإعادة هيكلة وتطهير العديد من المؤسسات. وهنا عند هذه النقطة نحن لم نتقدم يعني بأي خطوة تذكر منذ 11 فبراير وحتى الآن. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو الشبكي، الباحث والمحلل السياسي ومدير منتدى البدائل.